بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. ألف مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة أدى ماتش حلو جميل ممتاز. اللعيبة أدت كل ما عندها. في صيام الماتش، الصيام مؤثر على اللعيبة. بس مش مؤثر على اللعيبة إن لاعب يتخاذل ونقول ده الصيام هو اللي عامل الكلام ده. اللاعب اللي الصيام تعبه ما يلعبش، يقول أنا مش لاعب. انما اي حاجة تانية لا. اللعيبة ادت ما عليها وادت مجهود وفرحت الجمهور اللي جاي. جمهور جاي من كل محافظات مصر كلها، جاي يشجع النادي الاهلي وفرح بالنادي الاهلي. والناس اللي هي بقى اللي هي كانت عمالة تقوم وتسخن جماهير الزمالك ولاعيبة الزمالك القديمة الغندور، الناس دي كلها بقى خليها بقى ايه، تتسحر يعني حلو النهارده كده، ربنا يفتحها عليهم كده وياكلوا بنفس مفتوحه. الاهلي فاز. الاهلي عم الناس دي كلها. انا مش هقول ان الهلال قليل، لا، الهلال فريق كبير، بس مش كبير على الاهلي، ما يكبرش على الاهلي النهارده. يعني اللي خلاه واقف وهو ظاهر بالمنظر دوت، احنا بنفهم في الكوره. اللي خلاه هو واقف وظاهر بالكلام دوت ان لعيبه الاهلي ما كانوش يعني ند جامد قوي. لعيبه الاهلي عندها اكتر من كده، عندها 10 مرات كده. انما اي حد تاني يشكك في امكانيه النادي الاهلي، لا. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي النهارده لعبت حلو وما اثرتش ومحدش اثر. كل واحد بقى كده، واحد لا بيلعب لحالته. النهارده حالته الفنيه، في لاعب بيكمل حالته الفنيه بتبقى كويسه واقفه على رجليها، وفي لاعب حالته الفنيه تعبان. يعني النهارده ما كانش، يعني النهارده كان عبد القادر يعني كان تعبان شويه، حالته الفنيه نزل الماتش مش يعني مش عاوز ان انا اقول مش جاهز، لا، ده هو ادى كهربا جون عالمي، ادى باصه الاسيست لكهربا الجون عالمي يعني ما مش هقدر اقول اي حاجه يعني، بس يعني انا بطمع عبد القادر عنده اكتر من كده. عبد القادر عنده اكتر من كده. اللعيبه بقى عاوزين نتكلم في احنا ايه اللي بيحصل في مصر في الرياضه دوت. يعني جماهير نادي الزمالك عملت فرحانه ان جمهور ان الاتحاد الافريقي ادى اداله النسبه، وهم هروحوا حجزوا، وفي ناس من الزملكاويه راحوا يشجعوا الهلال. ايه السواد اللي في قلبهم دوت؟ هو ده السواد ده هيفضل لغايه امتى؟ خليهم يقعدوا يهروا كده ويقعدوا يتبطوا لما نشوف اخرتها مع الزملكاويه والانديه التانيه. مش عاوز اجيب اساميهم ومش عاوز اعد في مين في مصر اللي كانوا النهارده بيتمنوا ان الاهلي يخسر عشان يطلع، عشان يبقى زيهم، عشان يبقى فاشل زيهم. هم فشله، احنا ملناش دعوه. انا مش فاشل، انا بلعب وبنلعب كويس وبندي الكوره حقها. هم ناس فشله مش عارفين يرتبوا امورهم. انا مش ذنبي. انا امبارح كنت فرحان ان الزمالك فاز، ما خسرش. انا كنت زعلان ان الزمالك هيتعادل، وكنت فرحان قوي اما الزمالك جاب جون وان هو يفوز. انا مش عاوز مش معنى الكلام دوت ان انا يعني بشجع، لا، مش بشجع الزمالك. انا راجل اهلاوي وانا بقول ان انا اهلاوي، انا مش مقصر في الكلام دوت وما بداريش وما بقولش، لا، بقول يا جدعان انا اهلاوي وكنت فرحان ان الزمالك امبارح فاز. بصرف النظر على انه يوصل ما يوصلش، كنت مبسوط انه فاز. عاوزه يرجع لحالته عشان انا لما اقابله واغلبه اغلبه وهو في حالته. ما يقوليش ما هو الاهلي كان، ما يقوليش الزمالك ما هو كان منهار، لا. انا عاوز الزمالك اغلبه واقطعه وهو واقف على رجله. انا دي تبسطني، مش وهو الزمالك واحد مريض نروح نضربه، لا، اما يخف نضربه على عينه. هو ده انا عاوز كده. مش معنى ان انا كنت مبسوط، انا عاوز الزمالك يرجع عشان نديله على عينه في الدوري عندنا في مصر، ونوقفهم عند حدهم، وكل واحد يعرف حده ايه. لازم ناس الجماهير الزمالك دي، لازم اللعيبه الحاقده اسمه عبد الملك ده يعني، ما انا مش عارف يعني في ايه اللي بيسخنوا نادي الهلال. وبعدين نادي الهلال انا عرفت هو ليه عامل كده مع الاهلي. نادي الهلال عامل كده مع الاهلي عشان
الرئيس الفخري اللي كان عندنا راح عندهم، فهو بيسخن. وبعدين النادي الهلال حاطط اكبر مكافآت على مدار تاريخه قصاد الماتش دوت. مين اللي حاطط؟ هم اللي حاطين، ده هم مش لاقيين يعني. هيحط منين؟ ده هو لسه كان بيقول لك احنا عاوزين وعاوزين وعاوزين وعاوزين. هيجيب منين يعني؟ هو الرئيس دوت الفاخري دوت جاب لهم فلوس، ادوا للعيبه مكافآت، وبيشجع اللعيبه عشان يغلبوا الاهلي. زي ما عمل هنا برضك النادي عشان يغلب الاهلي. هو النادي ده اتعمل في مصر بالذات عشان الاهلي، مش عشان اي حاجه تانية، مش عشان رياضه، مش عشان استثمار رياضي. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها استثمار رياضي. استثمار رياضي دوت انت تلعب مالكش دعوه بان الاهلي دوت بتاع. انما هو ده اتبنى على انه يخطف لعيبه النادي الاهلي ويغلي الدنيا على النادي الاهلي. عمر ما الاهلي هيقع. انا بقول للناس اللي قلبها اسود، بكرر الناس اللي قلبها اسود، انا مش عارف احنا هنخلص من الناس اللي قلبها اسود دي امتى. انا بكرر الناس ديت لازم بقى نخلص منها بقى. احنا تعبنا في الوسط الرياضي، لازم نتفرج على كوره. المنتخب ماشي شكله حلو، زي التاني زعزوعه دوت اللي طالع يقول لك ايه المنتخب فاز بلعيبه، جاب الاجوان كلها الاربعه بلعيبه الزمالك، هم اللي جابوا لهم. يعني ايه جاب؟ دول لعيبه المنتخب. ما تقعدش تعمل تفرقه بين الناس. الجنان اللي انت فيه دوت بطله. ما ينفعش ده راح يلعب في المنتخب يبقى لاعب منتخب. ما ينفعش ان انت تقول عليه لاعب زمالك ولاعب اهلي. احنا عاوزين بقى نشوف بقى ايه الراجل المدرب يعني راجل كويس شغال حلو. مش عاوزين بقى نقول اهلي وزمالك واهلي وزمالك، لا. اما هم لعيبه حلوين كده وبيجيبوا جوان في المنتخب، طب ما جابوش جوان ليه؟ طيب في المطوشه اللي اتغلبوها ما جابوش جوان في ماتش البنك الاهلي ليه؟ انتوا خدتوا ان انتوا تتغلبوا بالثلاثه في كل مطوشه، ده انتوا اتغلبتوا في 10 دقايق. يعني عيب عليكم بقى. شوفوا عندكم ايه العيب وصلحوا العيب. انا مش هاجي اقول لك العيب ايه. لازم تشوفوا كده ولازم تبقوا فاهمين كده. العيب عندكم مش عندنا. والف مبروك للنادي الاهلي، والف الف الف سلامه للكابتن محمود الخطيب. يقوم بالف سلامه، وربنا ما يورينا فيه اي ضرر ولا اي تعب ولا اي حاجه. ربنا يديله الصحه ويخليه للنادي الاهلي، ودايما رافع رايه النصر للنادي الاهلي، ودايما بيشجع، ودايما قلبه ابيض. مش الناس اللي هي قلبها اسود، اللي هو مش عارف طالع يقول لك انا اتحبستش مش عشان الخطيب وايضوني ومش ايضوني. يا عم ايضوك ايه؟ انت مش لاقي كلام تقوله؟ انت بتتكلم في اي حاجه عشان الناس تبص لك. بس انا مش زعلان ان انت مش زعلان ان انت في نادي الزمالك. انا عاوزك تفضل في نادي الزمالك عشان تفضل تهد فيه كده. ما يتبنيش ابدا. اصل انت هتجيب واحد قلبه زملكاوي قلبه على الزمالك هيبني الزمالك. لا، انا عاوز يبقى مهدود كده عشان دايما نبقى نغلبك ونمرمط الزمالك وانت موجود، ونشوف حالة الزمالك والزملكاوية اللي هم بيكملوا واللي هم لسانتهم طويلة قد كده، ونشوف احنا هنتصرف معاهم ازاي، ونوريهم دايما حجمهم الاصلي اللي هم مش عارفينه. هم فاهمين ان احنا بناخد كل حاجة منهم. لا، احنا ما بناخدش كل حاجة منك. ما حصلش الكلام دوت. انت بتلعب فوز، انما انت ما بتلعبش تفوز ازاي؟ مين اللي قال الكلام دوت؟ وبقول للناس بتوع اتحاد الكوره، وبقول للناس بتوع الرابطه خفوا شويه على الاهلي. خففوا الدنيا عليه. خففوا الدنيا عليه. ده هو رايح اهو هيجيب بطوله افريقيا. هو بيلعب في بطوله افريقيا. في ناس تانية مش عارفه تجيب ولا بطوله رابطه ولا بطوله دوري ولا كاس ولا سوبر ولا بطوله عربيه ولا اي حاجه. مش عارفين مش عارفين يجيبوا ايه. طب احنا ادونا فرصه ان احنا نرفع اسم قرايه مصر. يبقى عندك المنتخب والاهلي. ما ينفعش احنا ما ي... انا عاوز الزمالك يفوز، بس يفوز بايديه مش بايد حد تاني. انا النهارده فزت بايدي. الناس اللي بتقول لك احنا وصلنا بمساعده الناس التانيه، لا، احنا ما وصلناش بمساعده حد تاني. احنا وصلنا بايدينا وفوزنا 3-0. واي فريق بعد كده هم هيعملوا لنا 1000 حساب. طول القاره الافريقيه كلها بتعمل للنادي الاهلي 1000 حساب. ونقول في الاخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.